السلام عليكم الاخوان والاخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اذا حصه اليوم غنناقشوا فيها المستجدات التي اتت بها المناهج المغربيه. المهم كاينين بزاف، المهم غنناقشوا كل واحد المهم بشكل مختصر، هما انك تفهم المعنى ديالو والتفسير ديالو، وكذلك التواريخ وتفهم علاش جا. اذا غنحاولوا نناقشوا كل مستجد على حدة. إذن عندنا الميثاق الوطني للتربية والتكوين في سنة 1999. مزيان، يعني الميثاق الوطني للتربية والتكوين جا في 1999، هو اللي تبنى لنا المقاربة بالكفايات، اللي كتقول لنا هو جعل المتعلم هو محور العملية التعليمية التعلمية، بمعنى هو اللي جاب لنا المقاربة بالكفايات. إذن الميثاق الوطني للتربية والتكوين أصدرته لجنة ملكية خاصة تتكون من برلمانيين وسياسيين وتربويين. إذا قالوا لك هذا الميثاق الوطني للتربية شكون اللي صدرو؟ راه صدرته لجنة ملكية خاصة اللي فيها ديك الساعات أساتذة جامعيين سياسيين وتربويين إلى آخره، بتاريخ 8 أكتوبر 1999. وهاد التواريخ راه مهمين تعقلوا عليهم، راه كيتحطوا في الامتحان. بإشراف ماذا؟ بإشراف المستشار الملكي اللي سميتو مزيان بالفقيه، تا هادي كتبوها وسطروا عليها بالسيلو احمر. هذا المستشار الملكي سميتو مزيان بالفقيه، وتم اعتماده بشكل رسمي امتى؟ سنة 2000. يعني تم اعتماده بشكل رسمي سنة 2000. يعني التواريخ راه مهمين، يعني حاولوا تكتبوهم بوحدهم بشي ورقة باش تعقلوا عليهم. أي أن محمد السادس صادق عليه سنة 2000، يعني تم المصادقة عليه سنة 2000. إذ تبلور في مارس 1999. مزيان، وهو عبارة عن وثيقة، يعني التفسير ديالو هو عبارة عن وثيقة، ماشي وثيقة وحدة، راهما وثائق، ولكن تسمى عبارة عن وثيقة رسمية، إذ أن له أهمية استكشافية يستشرف على مستقبل الأجيال الصاعدة، وله كذلك أهمية بيداغوجية تتجلى في تبني المقاربة بالكفايات. مزيان، إذا هذا الميثاق الوطني للتربية والتكوين هو اللي جاب لنا المقاربة بالكفايات، اللي كتقول لك اودي خصنا المتعلم هو اللي يكون محور العمليه التعليميه والتعلميه، والاستاذ راه كيكون منشط وموجه وميسر الى اخره داخل القسم. يعني المتعلم كيبني المعرفه انطلاقا من ذاته، وهذا الشيء اللي جات به كذلك حتى النظريه البنائيه. المهم غنناقشوا النظريات من بعد. يعني هذا هو بشكل مختصر الميثاق الوطني للتربيه والتكوين. يعني التواريخ مهمين والتفسير ديالو راه باين. اذا من بعد غنمشيو بالتدرج في سنه 2002. يعني جينا من 1999 حنا غاديين دابا ب 2002. الكتاب الابيض جا في 2002، هو الوثيقه الثانيه التي اصدرت سنه 2002، اذ يتكون من 8 اجزاء. هدفه مراجعه المناهج المغربيه، مرجعيته هي الميثاق الوطني للتربيه والتكوين. مزيان، اذا هذا الكتاب الابيض كيتكون من 8 ديال الاجزاء. حنا ما غاديش نتعمقوا، خصنا نعرفوا كل جزئيه، كفايه انك تعرف كيتكون من 8 ديال الاجزاء. وجا سنه 2002. الهدف ديالو هو جا يدير لنا مراجعه المناهج المغربيه، والمرجعيه ديالو دائما هي الميثاق الوطني للتربيه والتكوين، بمعنى اي ان الكتاب الابيض تكميل وتفصيل للميثاق الوطني. جا سيدي هذا الكتاب الابيض قال لهم خصني نفصل لكم هذا الميثاق، كيفصلوا كذلك كيدير التكميل. مزيان، يعني بمعنى هو بحال دفتر التحملات. يعني هذا الكتاب عفوا الابيض، هذا هو الهدف ديالو. يعني بشكل مختصر، يعني انت ما غاديش تمشي وتبدا تقرا في الكتاب الابيض تبحث عليه في جوجل، ولا تمشي غتلقى واحد وتبدا تقرا انت في الكتوبه وهذا، يكفي انك تعرف عليه انتاجه والتعريف ديالو وشحال من جزء الى اخره. يعني بشكل مختصر، يعني كل حاجه كناخذ منها شويه وكنحطها. اذا من بعد ان شاء الله غنناقشوا عاوتاني في 2005 شنو جا الى اخره، وانتاج البرنامج الاستعجالي، وغندوزو للرؤيه الاستراتيجيه، وغندوزو للقانون الاطار، وغندوزو ان شاء الله الخارطه الطريق شويه بشويه. المهم نتوما الى عجبكم بحال هكا لي فيديو نديرو فيديوهات قصار، بغيتو كاع نديرو لايف في الفيسبوك ونشرحوا فيه كل شيء، المهم نتوما قولوا لي في التعاليق داكشي اللي بغيتو ونديرو ان شاء الله. بغيتو نبقاو نديرو لايف في فيسبوك ولا نبقى نحط في يوتيوب، المهم شوفوا نتوما اللي عجبكم. وما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو، البارطاج باش كلشي يستافد. وكذلك اللي عجبكم الفيديو خليو شي تعليق واشتركوا في القناه وكذلك في لاباج فيسبوك. نتمنى لكم التوفيق، تحياتي لكم، الله يعاونكم وبون كوراج لكم.